انا دخلت البيت وانا مرتبي 160 جنيه. انا في صيف اشتغلته كامل بدون فلوس. عمل حاجات كتيرة جدا الحقيقة عشان هذا الارتباط يكمل. باباك بيثق فيكي، يثق في قراراتك وافكارك. هو انا المفروض اقول عشان البودكاست وكده. يعني لو مش بالمنطق، استحسان. لو المنطق والتأييد اللي هو العمل، لا ما ينفعش. احنا مظبوط. في احسن من هاني 100 مرة. بابايا فقدته وانا في رابعه ابتدائي. عندنا بقى لعبة فيها احراج. اسمعوا الفيديو دوت بتمعن. هاني ومريان، يعني غالي عليا جدا انه اكون بستضيفكم مع بعض، مع ان ينفع كل واحد منكم يكون في لقاء لوحديه، بس لاجل تفاصيل كتيره عايز اقولها للي هيسمعنا او هيشوفنا، انه اللي يتعامل معاكم عن قرب يتعلم منكم دروس كتيره، لكن اهم الدروس ديت ان انتوا بيت نموذج. واعتقد كلمه نموذج حلو ان احنا نسمعها، لكن بتحملنا اكتر بالمسؤوليه لما هو قادم. فقبل ما نتكلم في الموضوع عايز اقول حاجتين. حاجه الاولانيه، عنوان الحلقه ديت لو هنحط لها عنوان اسمها مطبات. المطبات اللي احنا عدينا بيها، وهل مطباتنا بتاعت زمان هي نفس مطبات الايام ديت ولا لا؟ الحاجة التانية، عايز اعرفكم اكتر، او اللي مش عارفكم، الفئة القليلة اللي مش عارفاكم تعرفكم اكتر. فعايزين نسمع تعريف ليكم شخصي يعني. انا هاني سمير، انا عندي 45 سنه، متجوز مريان، وعندي بريتي وباسم. بريتي 17 سنه وباسم 13 سنه. انا اصلا من الفيوم، ومؤخرا كده من 3 سنين نقلت على القاهره. عندي شركه كاميرات مراقبه، واخد توكيل كويس كده بتاع هايك فيجن. يعني تقريبا ده كل حاجه ممكن اقولها. هنعرف اكتر عن الموضوع ماشي. ده بعد شوية يعني. مريم. انا مريان سمير برضو، بس اكيد مش نفس السمير يعني. سمير تاني. عندي 41 سنة. كان ليا يعني شرف وبركة كبيرة ان انا ارتبط بحبيب العمر هاني. متخرجة من كلية الحسابات والمعلومات، بس ما اشتغلتش في مجالي خالص. انا دلوقتي عندي بزنس اونلاين يعني. بس دي سؤال على الطاير كده، مش بتتكسفي تقولي سنك؟ ابدا خالص. يقول لك بعد ال40 ما حدش بيقول سن من لا ابدا عادي يعني. لا. بعد ال30 ما بيقولوش. بعد ال30 لا، دي حاجة كويسة لا مش جدا بتكسف يعني. خالص اقول سنين الحقيقة. واحدة من الحاجات اللي فرقت معايا بصدق، وانا هتكلم بعفوية ويمكن اقول كلام ما ينفعش يتقال، لكن واحدة من الحاجات اللي فرقت معايا هو ان ازاي حياتكم كده. يعني حياتكم لكل اللي يقرب منكم هي فعلا حاجة محترمة يحتذى بيها. حياة هادئة، اكيد مش بتمشي في وتيرة واحدة، لكن مع هذه الحياة اكيد في تحديات. ازاي في كل خطوة بتمشوا فيها كبيت من 4 أفراد بتحسوا ان ربنا بيأيد خطواتكم او بيقول لكم صح، انتوا ماشيين صح؟ والدليل انه في نجاح بعديها، والدليل ان اللي قدامكم شايف تأثير الحياة ديت. فعايز اسمع هاني بعد كده مريان، او العكس يعني من غير خناق. التحديات كتيرة طول الوقت، احنا طول الوقت في تحديات، طول الوقت في مطبات. لو احنا هنتكلم على نفس الاسم يعني، ففي مطبات كتيرة في الحياة، وفي مفترق طرق طول الوقت. طول الوقت في مفترق طرق، طول الوقت انت محتار في قرار، ناخد دي لأ، وهكذا. يمكن دي ابتدت من البداية خالص، من أول اختيار شريك الحياة واختيار مريان. وانا ارتحت جدا جدا جدا، برغم ان انا مريان عارفها من سنين، لان احنا متربين مع بعض في الكنيسه وفي الجمعيه، فاحنا عارفين بعض من واحنا صغيرين خالص. لكن لما اخترت ان تكون شريكه حياتي، حصلت تحديات كتيره، تحديات كتيره قوي. انا دخلت البيت وانا مرتبي 160 جنيه. هاو بقى ازاي ده هتعمل بالنسبة بيت؟ لباباها دوت. طبعا اتفضل، شكرا، شرفتنا. فطبعا كان تحدي كبير انه يقبل الكلام ده. كان في وقت من الاوقات عايز ان احنا نتحرك للقاهره. الكلام ده كلام من 2004، انه يعني ناخد شقه في القاهره، وده كان تحدي كبير بالنسبه لي، ما كانش في مخططي خالص. وساعتها انا قلت لا، انا متاكد ان هي دي شريكه حياتي. فانا ساعتها رفضت، قلت لا، انا مش هعرف اخد شقه في القاهره. وقعدنا ساعتها في يوم، وكان عندي جوايا يقين داخلي انه هيوافق، بالرغم انه كان الكلام يظهر في الاول انه لا، هو مش هيوافق. لا، هي قافله، يعني القاهره او لا.
هو بيتعامل بس كأب يعني، هو طبعا كأب عايز بنته في افضل مستوى يعني. لانه اخت مريان الكبيره كانت في القاهره، مهم. فهو اكنه كان عايز ينقل البيت كله على القاهره. مهم. بس تحديات بقى طول الوقت وطول العمر، في تحديات ومفترقات كتيره طبعا الواحد بيصلي ربنا، وفي نفس الوقت مع كل الظروف بيدرسها وبيشوف دي تمشي ازاي ودي مهم. تمشي ازاي. مع الارتياح مع الوقت بتلاقي ان انت مؤيد ومتاكد ان الخطوه دي مظبوطه. رغم ان انت شايف انه باباها ده بالنسبه لك مطب كبير، طبعا مرتبك مطب كبير، طبعا انك تدخل البيت عايز البنت اللي انت شايف ان ربنا مرتبها لك، ده طبعا بالنسبه لك تحدي ان هي تقبل او ان باباها يقبل. طبعا. ايه رايك يا مريم في الكلام ده؟ الحقيقة هاني من زمان يعني، وهو شاب يعني، وهو دايما بيثبت لي ان هو رجل المهمة الصعبة. مهم. زي ما كان بيقول فكرة انه بابا يوافق بإيه، أو البداية شكلها إيه، طب اللي جاي هيبقى عامل إزاي. ده كان تحدي صعب جدا بالنسبة لنا. مهم. وكان كل ما كانت حاجة بتتحل بنلاقي يعني مطب جديد، حاجة جديدة طلعت. مهم. لكن كان دايما يعني هاني كان بيبقى قدها. مهم. عمل حاجات كتيرة جدا الحقيقة عشان هذا الارتباط يكمل، وما كانش رمى نفسه من فوق وقال لك لا، أبدا. اثبت لا لك لا، اني ده فيلم بحبك باين ولا ولا ده إيه ده؟ لا ده فيلم. لكن عمليا انت عمليا حسيت ان هو يعني بقى عليكي، طبعا مش بيبيع في اول لحظه طبعا يعني. متمسك جدا بارتباطنا، متمسك بيا أنا، لأن هو طب انت ازاي ساعدتيه في انه يعدي المطب ابو 160 جنيه وبابا والقاهره واكيد حاجات تانية يعني؟ يعني كنت يعني لما كان بيتقال لي مثلا طب هتعملي ايه، طب هنعمل ايه، فانا كنت برد انه انا مرتاحه. يعني احنا على ارض الواقع احنا متوافقين في حاجات كتير، مهم. اجتماعيا متوافقين، دراسيا متوافقين. يعني مخه يعني يوزن بلد يعني زي ما بيقولوا. مهم. يعني في قبول، في مشاعر لطيفة موجودة، ودي طبعا كل الحاجات دي بتدعم الارتباط يعني. مهم. في ساعتها قلت لبابا، قلت له لا، مش بفكر في النقط المادية بس، وبسيب الحاجات الجوهرية القيمة بالنسبة لي. انه انا عارفة انه هاني طالع من بيت حلو، متزن، حنين، يعني حساباتك مختلفة حساباتي كانت مختلفة للأمانة تماما عن بنات كتيرة بتحسبها بمبادئ تانية أو بقوانين تانية. نقطة الماديات ما كانتش هي الرقم واحد عندي، يمكن علشان احنا بيتنا كده. يعني احنا بيتنا طول عمرنا من احنا صغيرين الموضوع ده يعني تمام جدا، رغم انه بابا وماما عادي مدرسين يعني. باباك بيثق فيكي؟ بيثق في قراراتك وأفكارك؟ هو انا المفروض اقول عشان البودكاست وكده، بس بابا شخصيته شويه يعني يحب ان هو لا، هو فاهم اكتر. لا اقصد اقول انه لا انت مجنونه، انت بتفكري ازاي، انا فاهم اكتر منك. ده حقيقي، وده حصل، واتقال لي انه احنا اكبر منك، احنا وده مطب بالنسبه لك. ده مطب كبير طبعا بالنسبه لي. لكن زي ما هاني قال بالظبط، احنا واخدين الارتياح ده من ايد ربنا. طول الوقت احنا في علاقة بربنا، فلما بيجي وقت الاختيار شريك الحياة او الارتباط، فاحنا يعني بسهولة عارفين نميز انه هو ده شرطه، هو ده فعلا اللي هكمل معاه حياتي يعني. ومع الوقت وزي ما هاني قال فعلا كنا مصدقين جدا انه احنا الارتباط ده من الرب، مش او يعني مؤيد من الرب، مش مننا احنا يعني لو المنطق والتأييد اللي هو العمل، لا ما ينفعش، احنا في احسن من هاني 100 مرة مع احترامي لهاني يعني. وفي اختيارات وانت تستاهلي افضل من كده، لكن انت اختياراتك هي اللي النهارده انت مش ندمان عليها ابدا. انت النهارده اختيارك كان صحيح، ومش اختياراتي مدمره حياتي يعني، لكن اختياراتي هي منوره حياتي. يا سلام، انا مش هعرف اكمل كده. انا ده اللي كنت خايف منه في البودكاست. احنا ملتزمين الصمت يعني احنا بنحاول بالراحه. يعني انا ده شفته مؤخرا في اخر كام سنه. فخليني اسالكم سؤال تاني، بس هبدا بمريان لانه هنبدا من عند الحته اللي خلصنا منها يعني. انه قدام كل نجاح وقدام كل خطوه نجاح كنت بتتعاملي معاها ازاي؟
يعني انت دلوقتي اتأكدتي ان هو دوت شريك حياتي وان هو ده اللي هيكمل معايا باقي العمر. اكيد كل خطوة كانت افضل لان انتوا اللي وصلتوا ليه دلوقتي هو الافضل من اللي فات، طبعا نشكر رب عليه. فازاي بتتعاملي مع كل خطوة نجاح جديدة في حياتكم؟ قبل النجاح ولا بعد النجاح؟ بعد النجاح. بعد النجاح. اه. آه، او ازاي بتوصلي للنجاح دوت وازاي بتتعامل معاها بعديها، لانه اكيد في خطوات تانية يعني. يعني الحاجة اللي بتبقى يعني في بالي على طول انه انا طبعا ده رصيد بيتبني. ايوه. دي مش حاجة يعني عفوية كده عشوائية بتطلع كده اللي هو مشاعر مش حلوة. تاخديها مرة واحدة. لا ابدا خالص، دي حاجة بتتبني من زمان. وهاني دايما بيأكد لي ان هو حد يعني ينفع اثق فيه. حتى لو اتقال لنا مثلا على خطوة مثلا معينة انه ده جنان، انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ لكن انا دايما طول الوقت حقيقي بمنتهى الامانه انا واثقه في هاني، وواثقه في طريقه تفكيره، واثقه في طريقه ادارته للامور، واثقه في حكمته. هو مش متهور، وفي نفس الوقت مش خايف لا انا ما ادخلش في الحته دي لألا يحصل حاجه. لكن هو حكيم، يعني بيعرف امتى يغامر بايه، وعارف حاسبها، يعني بيحسبها بالورقه والقلم. كل الحاجات دي خلتني اكون في ظهره سبورت يعني طول الوقت. طبعا بنختلف، يعني ممكن في طريقه تنفيذ الحاجه انه يكون في اختلاف، لانه هو معلمني كده كمان من زمان، من اول ما ارتبطنا، انه انا ليا دماغي المستقله وهو بيحترمها، بيحترم رايي، بيحترم افكاري جدا طول الوقت. فانا كمان عندي بوينت اوف فيو، يعني عندي وجهه نظر بقولها له مختلفه طبعا. وبنتناقش فيها بمنتهى التحضر يعني. ممكن الموضوع يخلص في الاخر انه انا مش مقتنعه للاخر، لكن اللي داعمني وساند الموضوع انه انا واثقه فيه. عدينا في حاجات كتير جدا جدا بتقول انه الراجل اللي انا مرتبطه بيه ده قدها، يعني عارف هو بيعمل ايه كويس. هاني كمان عنده يعني حاجه كويسه جدا في شخصيته، ان هو بيبقى حاسب الريسك، يعني اللي هو خطواته محسومه، أسوأ حاجة ايه يعني هتحصل، فبنحطها نحط أسوأ حاجة هتحصل ايه يعني كذا كذا، يعني بناخد في الاعتبار. يبقى انت قلت 3 حاجات مدعمات: ان هو شخص متزن، مش بيجازف ومش بيرجع، مش متهور خالص، وحكيم في قراراته، وحاسب لكل خطوة، وكمان بيقبل الرأي الآخر طبعا. مش بس بيصر على رأيه، لكنه هو قادر يقول رأيه اللي مقتنع بيه ويقبل الرأي الآخر. ايه رأيك في الكلام دوت؟ متفق معايا، وكمان انا عايز ازود على ده كمان، بناخد رأي باسم وبوسي. يا سلام. يعني حقيقي بنشاركهم معانا في الخطوة اللي جاية، ولا سيما احنا من 3 سنين يعني ربنا كبر شغلي شوية، فحسيت بشكل واضح قوي ان انا محتاج اكبر الشغل اكتر من الفيوم، فاتحركت للقاهرة وابتديت فتحت مكان مميز جدا في يعني في سوق الجملة بتاعنا، في الكاميرات المراقبة والتوكيلات بتاعتنا. ودي كانت خطوة صعبة جدا، لأنه بتنقل بيت، بتنقل مدارس، بتنقل أصحاب، بتنقل بلد كاملة، يعني بلد تسيبها. طبعا الموضوع مش سهل خالص يعني. فكانت لازم نشارك باسم وبيتي، لأن هما في الآخر هما عندهم عمق في الفيوم، في العيلة وفي الجمعية وفي الأصحاب وفي المدرسة وهكذا. فكنا بنشاركهم كمان برضو الخطوات دي، احنا هنعمل كذا، وده ممكن يترتب عليه كذا، وممكن يحصل كذا. اكيد مش هتتأقلموا في الاول، اكيد هيبقى مفيش اصحاب في الاول، اكيد هيبقى فيه دي الخطوات اللي انت حاسبها يعني. تحسب لها، لانه ده الطبيعي، ان انت نازل مكان جديد، لسه بتكتشف، لسه بتشوف ناس جديدة، وده الوضع اللي حصل. ما حسيتش في عينيهم ان انت اناني؟ ده انت بس بمجرد بتفكر في شغلك؟ لا. وعشان شغلي انا باخد، يعني سوري في اللفظ، صح. انا جارر ورايا 3، مظبوط، بلغي كل حياتهم عشان خاطر انا. لا، احنا كنا دارسين الموضوع كله حقيقي فعلا. كنا شايفين انه في فايدة هنا، وفي فايدة هنا، وفي فايدة هنا، مش بس فايدة بس عشان الشغل يكبر، لان هي لو الشغل يكبر انا كان ممكن ولا سيما فيهم قريبة من القاهرة كنت انا اقعد في القاهرة. بس احنا عندنا فاليو كبيرة قوي، هي العيلة والبيت. يا سلام. انه لازم نبقى مع بعض، لانه ايه الميزة ان انا اسيب حياتي واسيب بيتي واشتغل في مكان تاني اقعد فيه طول الوقت، وكتير لهم اخر اسبوع؟ يعني وارد طبعا، وممكن يبقى فيه حاجات حتميات عند ناس، فطبعا ده كل الاحترام والتبجيل.
لكن انا كان عندي شويه ان انا اعرف اختار ما بين الاتنين، ان انا هضحي تمام ولا هنقل البيت كله، ولا ان انا اقعد لوحدي. فاحنا كان عندنا فاليو. واعتقد اسهل انك تنقل لوحدك طبعا ليك كشخص يعني. طبعا. اها. ولا سيما كان عندنا بالفعل شقه في القاهره في الاول، فكان ان انا اقعد لوحدي في القاهره دي كانت سهله. وتحت بقى مبدأ فكرة ان انا بعمل ده عشانكم، انا صح. انا بتغير، انا لو كان عليا مش عايز اعمل كده. مم. طبعا ده مش بقول ده غلط ولا صح، لكن انت بتسمن فكرة العيلة. انا عايز اقول حاجه بمنتهى الامانه، انه لو راجع من الشغل مره بعد يوم طويل وتعب وحاسس ان انا عملت مجهود كويس، وكان في مشكله في البيت ان كانت، انا بحس اللي عملته طول اليوم ده ملوش قيمه. يا سلام. بمنتهى الامانه م. بحس ان انا المجهود اللي عملته ملوش قيمه، لان انا قيمته في الاخر اشوفه فينا. يعني اشوفه في باسم وفي بوسي وفي مريان، اشوفه فينا. لكن لو انا جيت بالليل ولقيت انه في مشكله ما، احس ان انا عملته ده كان شيء لازم. يعني يا فرحتك لو انا بشتغل وبكسب وبجيب حاجات كتيرة والبيت خربان يعني. بالظبط. اها. بالظبط. فانت بتعدي المطبات ديت بنجاح، لان انت فارق معاك الفاليو الاكبر هو العيلة يعني. طبعا. طيب طبعا. انتوا اتكلمتوا عن النجاح وعن الوصول لمستوى كويس. انا خش يعني على الفشل. لا لسه يعني اللهم لا حسد يعني. لكن النجاح ده اكيد فيه فلوس. ازاي بتتعامل مع الفلوس؟ يعني الفلوس اللي الرب بيكرمك بيها، وانا متأكد ان كل الفلوس اللي عندك ربنا بيكرمك بيها، بتتعامل معاها ازاي؟ هل بتغير شخصيتك؟ هل بتفرق ان فلوس كتيرة غير فلوس قليلة؟ عشان ارد على ده لازم احكي من الاول. معاك يا وقت؟ ريت. طبعا. اتفضل. انا اولا بابايا فقدته وانا في رابعه ابتدائي، فكانت المسؤوليه كلها تقريبا شبه عليا، وانا الولد الوحيد اللي في الاسره. كان لي اخت معايا واحده بس وماما. فحسيت بالمسؤوليه من وانا صغير، فمن وانا في ثانوي ابتديت اشتغل. انا في صيف اشتغلته كامل بدون فلوس، عشان بس اتعلم الحاجه اللي هي عايزه اتعلمها، زي تصليح التسجيلات. وقتها كنت بتصلح تسجيلات؟ كنت بصلح تسجيلات، كنت باخدها على الشباب دلوقتي العجله. ما يعرفش يعني ايه تسجيل يعني. كاسيت، يعني كاسيت لو بتحط في الشريط ماشي. ووكمان والجو ده يعني. كنت بصلح التسجيلات دي، انا كنت باخدها على العجله اصلا واروح البيت. يعني انا مش مثلا حد بيجي لي، لا ده انا بروح البيت عند فلان وتمام التسجيل بتاعه بايظ بصلحه عنده، او لو هياخد وقت لا باخده عندي بشيله وبجيبه البيت وبصلحه. بجيب بقى اذا كانت الميكانيكا بتاعته، الموتور، ايا كان الهيد بتاعه، ايا كان اللي بايظ فيه بنصلحه وبرجعه له تاني. ف... فكنت بحس بقيمة الفلوس من التوقيت ده، يعني لأنه أنا بادي من يمكن تحت الصفر. أنا اشتغلت شوية حلوين قوي لغاية ما وصلت للصفر. اشتغلت شوية كتير لغاية ما ده وصلت. بالنسبة لك نجاح؟ لغاية ما وصلت للصفر. الحمد لله أنا وصلت صفر. ده حقيقي. اشتغلت شغلات كتيرة. كنا بنعمل قرايل اريال تلفزيون، كنت بقفل اريال تلفزيون، بجيب مواسير كبيرة خالص في البيت كده ومتقاب وشنيور وحاجات جامدة، عشان خاطر مثلا اخد في طبعا في ناس اريال. كتيرة ما تعرفش يعني ايه اريال. طبعا اريال تلفزيون قبل لو قال الدش. متقاب بعدها مش عارفه المتقاب. المتقاب ده جهاز كده بتمسكه عشان تخرم بيه المواسير. يعني الماسوره دي بتيجي كبيره كده تتخرم بيه. وحاجه تاني قاطع زي الصاروخ بيقطع المواسير وكده. عشان في الاخر تجمع اريال باخد ساعتها فيه جنيه. ده بيدخل في مراحل كتيره قوي. يعني انت ممكن تحصل على الجنيه ده بعد فتره كبيره من الشغل. يعني الجنيه بقى جنيه مثلا ممكن تعمل 100 اريال دول ياخدوا شغل فعلا مثلا قرب الشهر مثلا. ف ده كان الوضع. فانا فاهم قيمه الفلوس. وحقيقي كانت يعني في التربيه ماما يعني كانت بتعلمنا انه القيمه مش في الفلوس، والقيمه مش في اللبس اللي بتلبسه، والقيمه مش في البيت اللي قاعد فيه. بصدق يعني. فالقيمه هي انا حاسسها جوايا. القيمه فيا انا، مش القيمه في اللي لابسه ايه او الشغل ايه او كل الكلام ده كله. فطول ما انا عايش بامانه يعني مش شايف القيمه في العربيه اللي راكبها، ولا في اللبس اللي لابسه، ولا في الممتلكات اللي عندي. انا شايف القيمه فيا. فيك انت شخصيا. وفي مريان وفي بريتي وفي باسم. يعني هي دي القيمه الواحد بيدور عليها طول الوقت. ده اللي خلاك ما تتغيرش من جنيه مثلا لاكتر من كده. انت زي ما انت بالظبط. وفي وقت من الاوقات كده في سنه 2017 ابتديت احضر دبلومه عن البيزنس. انا كنت قبلها بقى بشتغل لوحدي. يعني انا وان مان شو. انا اللي بشتغل، انا اللي بروح مثلا راكب كاميرات، انا اللي بروح مش عارف اشتري ايه. فكان الشغل فردي. فحضرت الدبلومه دي حسيت بشكل واضح قوي كده انه ما ينفعش يبقى الخير اللي انت بتعمله او الشغل ده فايدته الوحيده ليك انت. لا، انت لازم تتسع، ولازم يبقى في ناس تانية بتستفيد من شغلك. ودي كانت
يعني كانت يعني لوحت لي دماغي انه انا فعلا انا لما بشتغل انا الوحيد اللي بستفاد، لان انا اللي باخد الفلوس وبصرفها على البيت وكده، لكن مفيش حد جنبي تاني بيستفيد بشغلي. فابتديت افتح شركة في الفيوم، وهكذا بقى ابتدت تكبر الشركة، وحسيت ان لا انا محتاج اكبرها اكتر، وفتحت الحمد لله فرعين في القاهرة وكده يعني. ففاهم يعني ايه قيمة الفلوس. وببقى مبسوط، يمكن معرفش، بحس ان في ناس مبتبقاش مبسوطة، انا ببقى مبسوط وانا بدي مرتبات، انا بتكلم بجد Yeah. حقيقي، فعلا ببقى مبسوط ان انا بدي مرتب لكذا، ببقى مبسوط وانا بدي كوميشن لحد. وكذا مرة اقول للحد، بقول له على فكرة وانا بديك كوميشن ده، انا وانت بتاخد الكوميشن انا كسبت قبلك، ما هو باع البيعة بالظبط. باعها ليا، فقلت له انا كسبت قبلك وانا استفدت من الكوميشن ده قبلك. الله يعطى فيزداد يعني. فانا ببقى مبسوط وانا بديله الكوميشن بتاعه، وببقى عايزه ياخد كوميشن كبير، لانه اكيد هو بياخد كوميشن كبير، وهو بالفعل باع لي بيعه كبيره في الاول. ف ف لا انا شايف الفلوس بالشكل ده، يعني مش شايف اكتر من كده. هل ليك وجهة نظر تانية في التعامل مع الفلوس؟ أكيد الفلوس دي بتصب في البيت، إزاي بتتعاملوا معاها؟ هل بتغيرك؟ يعني خليني أقولها لك ببساطة، مريان اللي كان معاها 200 جنيه غير مريان اللي معاها 200 ألف، غير مريان اللي معاها 2 مليون. هل ليها تأثير عليكي وعلى هاني وعلى بريتي وعلى باسم؟ يعني علشان ما نكونش يعني مثاليين زيادة عن اللزوم، طبعا يعني مستوى المعيشة بيختلف، تمام. بيعلى وده شوية، طبيعي. وده طبيعي. لكن ستيل عندنا نفس المبدأ، مهم. القيمة مش في الحاجة دي، مهم. أنا اللي بدي الحاجة دي قيمة. مهم. سواء لبسي، سواء عربيتي، سواء يعني شركة هاني، أي حاجة من الحاجات دي احنا اللي بندي قيمة للحاجات. مهم. احنا اللي بندي روح للمكان. يعني لو انا عندي شقة فظيعة وفيلا خطيرة متجهزة بأحسن الأجهزة، لكن مفيش اللطافة اللي في بيتنا، مفيش الدفى ده، مفيش الاطمئنان بالنسبة ولا للولاد ان ليها هم أي يكونوا. لازمة. انا بالنسبة لي انا كمريان هي حقيقي بلا قيمة. فانا ما عنديش مشكلة ابدا في فكرة انه بنعلى بمستوانا الاجتماعي، يعني انجاز التعبير، لكن الولاد مترسخ جواهم، واحنا الاتنين ده مبدأنا من ساعة ما ارتبطنا، انه فعلا احنا اللي بندي قيمة للحاجة، مش الحاجة هي اللي بتدينا قيمة. يعني دايما نسأل طب انا عايز اجيب الحاجة دي ليه؟ يعني ما عندناش مشكلة مثلا نكون بندفع فلوس كتيرة في حاجة فعلا يعني ليها فاليو هنستخدمها وهتبقى مفيدة لينا، هتسهل علينا الحياة، يعني ايا كانت. لكن فكرة انه انا مثلا اكون بفكر انه انا بجيب اغلى لبس علشان مستوانا عالي، او اللي عايز حاجة بقى يجيبها، ما احنا تمام يعني. لا ابدا. انا ممكن اضيف حاجه برضو، فكره البراندز، براندات، انه مثلا نلبس لبس براندات. انا كنت لسه مسافر بره يعني، وكنا في اديداس، تمام، وشفت تيشيرت عجبني، بس بصيت على سعره لقيته حوالي ما يقابل 1500 مصري. تيشيرت عادي، هو حلو اكيد خامته كويسه، بس عشان مكتوب عليه براند فهو ب1500. بامانه لمده نص دقيقه فكرت انا هجيبه ليه، عشان مكتوب عليه اديداس. فانا بصراحه ما جبتوش، حسيت انه يعني انا هدفع فلوس في قيمه ما تساويش. لا انا ممكن اجيب بالثمن ده 3 4 تيشيرتات، ولا سيما ما كانش كولو مثلا. انت مقتنع بالكلام ده؟ انا مقتنع جدا. هسألك سؤال نفذته، جاوبني بصراحة. نفذته ما اشتريتوش. الغنى ولا القناعات ديت؟ الغنى ولا العيلة؟ الغنى ولا الدفء؟ يعني ايه غنى؟ بس يعني الغنى ان انا يبقى عندي فلوس ونجيب الفلوس تجيب كل حاجة. هل المبدأ ده صحيح؟ لا ما تجيبش كل حاجه. يعني انا شايف ان كلامكم الدفة بتاعته رايحة ناحية فكرة العيلة، وان العيلة هي الاساس، وانه ان فرحتنا بالبيت اكتر من فرحتنا بالفلوس اللي جاية للبيت. طبعا. انه اعتقد الزمن دوت صوت الفلوس اعلى. بس انا زي ما بقول لك بجد، لما بروح بالليل حتى لو كسبت اليوم ده 10000 جنيه ورجعت في مشكله في البيت، انا بحس الفلوس دي ما كانتش ليها قيمه. طيب احنا كده خلصنا الجزء الاول التعريفي، يعني انجاز التعبير. كل ده تعريفي تعريفي وغالبا عندنا عارف المطبات دايما بتبقى الهادي بعد كده من فضلكم اقروا الورقه ديت وقولها بصوت عالي من غير ما تفكر فيها وانت رافع ايدك اليمين، لا انت بس، وبعد كده تشيل الورقه ومريان ايدي اليمين ارفع ايدك كده، بص للكاميرا زي ما بص للكاميرا. انا ما قريتهاش. طيب يعني لايف كده على طول. على طول. وكر حاجه انا ما شفتهاش. وكر انا هاني سمير اني ساقول الصدق بدون
مبالغة على أن يكون الحوار من القلب للقلب من دون مثالية أو تصنع، والله على ما أقول شهيد. هاني سمير. شيل بقى الورقه ديت ومريان هتقول نفس الكلام وتبص بالكاميرا عشان اللي انتوا هتقولوه دوت شاهد عليكم لاخر يوم في حياتكم. امين. بايدك اليمين لو سمحت لازم عشان برضو اوكي. أبطر أنا مريان سمير إني سأقول الصدق بدون مبالغة على أن يكون الحوار من القلب للقلب من دون مثالية أو تصنع، والله على ما أقول شهيد. امين. حط بقى الورقه هنا. السؤال بقى اللي بالنسبه لي هو بدايه الكلام المهم اللي هنحكي فيه بسرعه شويه، ايه اكبر مطب انتوا عديتوا فيه؟ يعني مطب من مطبات حياتكم فعلا كان مطب صعب يتقال انه ما يتعداش. في أنهي مرحلة؟ ممكن تكون مرحله، ممكن تكون مرحله قبل ما ترتبطي. بصي، اصعب مطب ممكن يكون قبل او بعد الارتباط. لو بعد الارتباط اعتقد هيبقى مطب مشترك. أكيد. قبل الارتباط مطب ممكن يكون فعلا انت كنت شايفه ان الحياه بتخلص عنده. فنبدا بمريم بعد كده نسمع هاني. فرصه حلوه ليك تحضر. ها ما يبدأ اعتقد في وقت الشباب يعني. طفولتي كانت طفولة عادية هادية، مراهقتي برضو كانت مراهقة عادية يعني هادية، ما كانش فيه اي مشاكل بشهادة ماما على فكرة. هي قالت ان احنا كنا يعني هاديين عليها شوية انا واخواتي يعني البنات. كنت متفوقة من بقى اللي هو ايه، بقفل بقى، والابتدائية بقى مجموع كبير، اعدادية مجموع كبير، حاجات كده جميلة. الثانوية العامة عديت بتفوق يعني، جبت مجموعة كويس، دخلني الكلية يعني كنت قاعدة فوق كده بختار كده الكليات. يعني لحد دلوقتي الطريق سهل. الطريق سهل جدا، مفيش اي مشكلة، ورائع وجميل، وانا شاطرة. بعد كده دخلت كلية الحاسبات ومعلومات. كانت الكلية ساعتها أنا دخلت الكلية طبعا خلاص، ما أنا قلت سني سنة 2000 عشان الناس اللي هتحسب مش عارفة الحركات دي. سنة 2000 كانت كلية حاسبات ومعلومات يعني مش منتشرة قوي، مش مشهورة زي دلوقتي، مش موجود منها كذا فرع يعني في محافظات كتير. فكانت اللي هو ايه بلغة الشباب يعني اليومين دول ترند وقتها، اللي هو ايه بقى حاجة بقى يعني جميلة، يا ما هنا يا ما هناك، يا ما هنا يا ما هناك، ومجموعي جايبها، فاللي هو دي لقطة. بس احنا يعني ما كناش شايفين كل الحاجات الموجودة جوه الكلية، يعني احنا بس كنا منبهرين من بره بفكرة الكلية. طبعا الكلية دلوقتي أفضل كتير يعني من ناحية مجالات الشغل وكده، وحتى الدراسة اللي جواها بقت أفضل كتير. الأول كانت الإمكانيات قليلة على ده الوضع يعني اللي كان موجود ساعتها. فدخلت كلية الحسابات ومعلومات، فهي المفروض الكلية 4 سنين، فدخلت سنة أولى، فحسيت اللي هو هي عجبتها الكلية شوية يعني هيبان طبعا من اللي انا هقوله ان الكليه عجبتني ملامح جدا. وشك اتغيرت فانا بديت افهم يعني. تمام. حبيت تقعد فيها اكتر من 4 سنين يعني عشقت الكليه لدرجه ان انا قعدت كذا سنه. قعدت سنه اولى ما عدتش طبعا، قعدت سنه، فوجئت ان انا شايله مواد كتيره. وهنا كانت الصدمه الحرفيه يعني. يعني ده كان في بدايه حياتي خالص. ده انا عندي 17 سنه، متفوقة طول يعني من أول وأنا عندي 6 سنين لما دخلت المدرسة أنا شاطرة. ازاي يعني؟ طبعا أسقط يعني؟ طبعا أسقط يعني، مش هشيل مثلا منتين ونعدي السنة وتمام، لا أنا بعيد السنة. كان وقت صعب جدا بالنسبة لي، وخصوصا فكرة إنه أنا داخلة الكلية. أنا اتعرفت على دفعتي فسبت دفعتي، هم كملوا طلعوا دنيا وأنا بعيد أولى، وابتديت اتعرف على ناس جديده اصغر مني بقى، فاحنا داخلين بقى في الاصغر، السن الاصغر. تمام. وعديت اولى تاني، عديتها. دخلت سنه تانية. الكليه بالنسبه لي انا كان يعني لا مش ده شغفي، مش ده مش الحاجات دي خالص اللي انا كنت داخله عشان ادرسها. طبعا ده لو ان احنا ما كناش دارسين الموضوع من الاول، انا وبابا يعني وماما. فعدت سنه تانية الترم الاولاني، شلت ماده واحده بس، قلت بس يا فرج الله خلاص بقى هتحلو، بتحلو باين ولا ايه. جه الترم التاني قبل الامتحانات تقريبا يا رب اكون فاكره كويس 10 ايام او يمكن اسبوعين، وتعرضت لحادث أليم
في كوره كفر جات لي كده باندفاع شديد، فخبطتني في راسي من ورا. جالي ارتجاج في المخ قبل الامتحانات على طول. فكان أسوأ وقت عديت فيه في حياتي، اللي هو خلاص ده انا معايا ماده واحده للترم الاولاني، كفايه اللي حصل السنه اللي فاتت. كفايه اللي حصل السنه اللي فاتت. عندي يعني باد اكسبيرينس رهيبه من فكره اعاده السنه وانا شاطره. كنت بروح الامتحانات ماما معايا لغايه الكرسي في اللجنه. هي كانت مغتربه كمان في يعني القاهره بالمناسبه. فكانت ماما بتيجي كانتش معايا من الفيوم للقاهره وتروح معايا بعد الحادثه بعد الحادثه طبعا. انا عندي، هو الدكتور قال لي ما احركش راسي كتير، فكنت بذاكر في وضع اللي هو عامله كده، الورق قدامي كده. طبعا مش مذاكره، لانه انا اصلا باخد ادويه بتخليني عايزه انام كتير، مفيش تركيز، طبعا راسي جت متبهدله. فكانت ماما بتدخل معايا لغايه ما تقعدني كده وتمشي، حبيبتي تستناني في الكافيتيريا لغايه ما اخلص وتاخدني. والنتيجه ظهرت عشان ما نطولش على الساده المستمعين. وكانت الفجعه انا بعيد سنه تانية، شلت 3 مواد على الماده الاولانيه فبقوا 4 مواد، فاضطريت اعيد السنه. ودي كانت بقى انت عدت اولى وعدت تانية. انا مستغرباني دلوقتي وانا بحكي انه انا بحكي بالاريحيه دي عن حاجه كانت مؤلمه بالنسبه لك بايخه وما ينفعش يعني. حتى انا وكمان انت بتحكي ولادك قاعدين ورا ولادي قاعدين، لا هم عارفين عارفين التاريخ، ولسه ما دخلوش الجامعه فيعني عارفين هذا التاريخ العظيم. فطبعا دي الاعاده الثانيه كانت اوحش من الاولى للامانه، لانه انا كنت حاسه اللي هو ايه، جبت بابا بقى، طب بص يا بابا واضح ان في شيء ما غلط بيحصل. فاحنا نختصر الموضوع واحول كليه في الفيوم. انا كليتي يعني مجموعي كان جايب لي هندسه مرتاح يعني، وانا حاطه رجلي على رجل. فاحول حاجه تانية طالما انا واضح ان انا مش شاطره، واضح ان انا خيبانه في الحاجات اللي هي المعقده دي، فخلاص احول اي حاجه، تربيه، اي حاجه بقى. يعني طبعا بالنسبه لبابا دي خضه، انا ما عنديش مشكله، يعني ما عنديش مشكله فكره كليه قمه وكليه قاع، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. لكن طبعا، لكن هو اللي هو ايه، انت في حاسبات وبعد كده ننزل، ده فكره بابا قديم يعني. طبعا الموضوع اترفض تماما، في فيش حاجه اسمها كده، وخلاص يعني هنكمل بهذا الوضع يعني. الدفعه بقى الجديده جت اللي هم اصغر مني ب2 واضح ان انت عشريه فجدا جدا يا جوزيف فوق ما تتخيل. بموت في الكليه حرفيا، صرف النظر على الدفعه يعني. الدفعات بتشيلني ودفعات بتحطني، وابتدوا بقى ايه، دفعتي انا اللي هم الاساسيه خالص يبقوا معيدين عليا، فقمه المهانه يعني، عارفه يعني كان قاعد جنبي كده في المدرج، وبعد كده بقول له يا باشمهندس عشان هو بقى المعيد بتاعي وكده، فلازم اقول له كده. فكان يعني طبعا ده يعني على سن واحده عندها 18 19 سنه مش سهله يعني، مش سهل انه انا بالنفسيه دي بالوقت ده انه اكون بعدي في الحاجات دي. طبعا غير بقى الكلام بقى اللي هو يعني الغلس ده اللي هو بيشنكل الواحد في النص. انت سنه كام دلوقتي؟ انت انت وصلتي سنه كام؟ ايه ده انت اللي زيك اتجوزت، ما اصحابك بيتخرجوا اهو يعني، فين المشكله؟ او بينجحوا يعني، فين المأساة؟ فتقعد بقى تعيد وتزيد وتقول لكن يا مريان ما ننكرش الكلام ده صعب جدا، وقتها صعب عليك، صعب يعني جدا. انا يعني كنت واصله لمرحله نفسيه مش حلوه خالص خالص، وانا بتعرض لكل ده من الفشل والكلام المحبط وحاجات يعني حاجات مش ناس بتتهمني بيها، لا ما هو انا فعلا عدت اولى وعدت تانية، ما ده حقيقي يعني، بغض النظر عن الحادث يعني اللي حصل في سنه تانية، بس المحصله واحده. انا معايا دفعتي المكمله معاها الكليه دول اصغر مني ب2 زائد الناس اللي بقت معيده عليا، كلها حاجات ما كانتش افضل احاسيس يعني. جاي لكم بقى من المستقبل دلوقتي وبقول الكلام ده بمنتهى الأريحية، لأنه طلعت الحياة أكبر من كده كتير، الحياة أوسع من كده بكتير، مش مستاهلة يعني. مش مستاهلة أبدا إنه أكون في ساعتها بتعرض للضغط النفسي الشديد ده. يعني أنت بتقول لنفسك لمريان اللي كان عندها 18 سنة ليه عملت في نفسك كده؟ يعني الحياة مش مستاهلة يعني. ده حقيقي، أنت بتقول كده لحد عنده 18 سنة، ده حقيقي، مش دي النهاية أبدا، مش دي نهاية الحياة أبدا. الحياة مليانة مطبات أصعب من كده. في وقتها ما بنبقاش شايفين الأبعد، لأنه إحنا بنبقى نظرتنا تحت رجلينا بس. فأنا كان اللي تحت رجليا كله وحش وحش يعني. يعني أشكر ربنا إنه أنا عديت في الوقت ده. يعني ربنا كان
يعني في ظهري حرفيا، يعني كان معايا وانا وفي ساعتها ما كنتش برضو روحيا قويه كده انه انا اواجه حاجات زي دي. لكن انا كنت محميه، انا كنت في الحمايه كده. ما فقدتش مبادئي، ما فقدتش يعني حاجات انا متربيه عليها، لا كنت اللي هو خلاص انا هكمل. لانه مرات في الفشل الواحد بيقرر بيهرتل قرارات طبعا كتير، توصل لابعد طبعا حته ممكن طبعا بعيده عن ربنا، ويلوم ربنا على ده حقيقي. فشله يعني. اول نهارده طب ما وقفتنيش ليه؟ طب ما قلتليش ليه من الاول انه ما ادخلش حاسبات؟ طب ما يمكن ده ما كانش صوتك. لا ما ميت يعني ليه وليه يعني. ميت ليه وليه. بس انا كان عندي برضو حته جوايا كده بتقول انه انا هكمل حلو. يعني التوتال من المشهد الوحش ده، لا في حاجه حلوه، حاجه حلوه يعني في حاجه حلوه هنلمسها ونشوفها يعني. يعني قصه الفشل والنجاح والمطبات والمواقف وبابا والكان المفروض النهارده انت مش ندمانه على اي لا حاجه؟ خالص بالعكس. يعني بشهد قدام ناس كتير لما بحكي عن الموضوع ده انه ربنا يعني استخدم ناس في الدفعه اللي هي الاصغر مني بسنتين علشان يعني عشان خيري، عشان يعني ده حقيقي. كان اتعرفت على واحده صاحبتي اسمها ناردين او دينا، يعني الاسم الشهرة افضل. دينا من الناس اللي فرقت في شخصيتي بشكل كبير، وشكلت جوايا حاجات ممكن تكون هي نفسها ما تعرفش انها عملت كل ده. فرقه معاكي دلوقتي؟ فرقه معايا لغايه دلوقتي. مكتسبات انت طلعت بيها يعني لو انا هشكر، يعني بعد ما قعدت 6 سنين في الكليه بدل ما اقعد 4 ونخلص ونخلص ونتخرج، انا قعدت 6 سنين في الكليه. انا هشكر ربنا على ال6 سنين اللي انا قضيتهم في الكليه، وبالاكثر عشان السنتين علشان علشان ناردين اللي قضيت معاها سنه ثالثه وسنه رابعه. انا بعتبر مكتسباتها من خبراتها انه تشكر ربنا على الفشل اللي اداكي خبرات. لان انا ببساطه انا كنت اتخرجت مع دفعتي اللي هي العاديه اللي قعدنا مع بعض 4 سنين، انا ما كنتش هقابلها لان هي جايه بعديه بدفعتين، فما كنتش هقابلها اصلا، وما كانش هيبقى فيه القيمه اللي هي ضافتها لحياتي. دايما ترتيب ربنا صالح حتى لو انا مش فاهمه. ده حقيقي كان في نور، وهي كانت من ضمن النور اللي موجود في الوقت ده. المطب بتاعك كان خرسانه ولا كانت سالكه؟ تعرف تعد لغايه كام؟ اديني اصعب مطب يعني. اقدر اقول اول مطب عندي كان فقدان بابا طبعا في رابعه ابتدائي. ده كان صعب جدا. انت وحيد يعني؟ انا وحيد ولد يعني، وعندي اخت بنت. فقدان بابا في سن رابعه ابتدائي ده، انت بتحس ان انت وقعت من جبل كده وحدك. فانت مش عارف هو فيه ايه، انت واخد خبط على دماغك، انت مش عارف هو اللي جاي شكله عامل ازاي. وناس بتتكلم وناس بتاع وكده، واحنا كمان كنا في بيت عيله وبيت تحت المتوسط، مش متوسط يعني، تحت المتوسط شويه حلوين. فكان في قلق جامد وكان في عدم استقرار جامد. بس حقيقي ماما كانت عامله البالانس الرهيب اللي متهيألي صعب اي حد يعمله، انها بتحاول تعوض وجود الاب بان هي تبقى موجوده طول الوقت وبتتكلم، وطبعا لان هي بتحبنا جدا، فطول الوقت بتدفدف علينا يعني، بتحافظ علينا. ده كان اول مطب في حياتي، مطب كبير جدا. فرق معاك المطب ده لخيرك مع الوقت. بس في الاول كان صعب جدا. في الاول كنت خايف، في الاول كنتش عارف، طفل في رابعه ابتدائي بتغرم ربنا. كنت اوقات وانا طالع مؤتمرات فتيان اعدادي يعني وكده، والاقي اللي بابا وصله، اللي بابا مش عارف عامل معاه ايه، فدي كانت بتحز في نفسيتي جدا. ليه يا رب تعمل كده؟ اشمعنى انا؟ ما انا كل اصحابي عندهم بابا، اشمعنى انا؟ فدي كانت اول دروب حصل في حياتي. قول لي حاجه يعني، مع اني ما فيش خير في فقدان الاب، قول لي حاجه ممكن تكون حاسس ان بسببها ربنا قدر يعمل معاك حاجه مختلفه يعني. من اكتر الحاجات الاساسيه، حسيت ان انا مسؤول، وحسيت ان انا اعرف اشيل مسؤوليه، وانه لا انا كبرت يعني. طبعا الكلام ده ابتدى يظهر في ثانوي اكتر. لا انا لازم اكون مسؤول عن البيت. اكيد ماما كان ليها دور في الموضوع يعني، اكيد كانت بتحسسني المسؤوليه، اكيد كانت بتديني مسؤوليات لغايه وصلتني لدرجه في ثانوي انه لا انا اعرف اعمل كذا، انا اعرف حتى لو كان كبيره، حتى لو كان تحدي، لا انا هدوس. موت باباك اثقل شخصيتك طبعا جدا جدا جدا. بتنسب نجاحك اللي انت فيه دلوقتي للوقت الصعب ده، المطب دوت؟ طبعا شكل شخصيتي بطريقه رهيبه. اكيد لو كان بابا موجود، اكيد كانت في عندي جزء من الاعتماديه على وجوده، او ان انا حاسس انه خلاص انا مش لازم اعمل دي دلوقتي، فممكن كنت اعملها وانا كبير بقى. بس انا عملت حاجات كتيره جدا، ولا سيما في الشغل،
قبل السن المطلوب ان انا اعمله. يعني انا في ثانوي المفروض بذاكر وعندي ثانويه عامه وبتاع، لكن انا بشتغل. في الصيف المفروض بطلع وبتفسح وبلعب، لكن لا انا بشتغل. فأنا بترن في دماغي فكرة شاب، ده حقيقي يعني. حد كلمني في مرة كان باباه او مامته توفى، فبيقول لي ليه ربنا يسمح بكده يا طبعا ربنا. طبعا يعني فانا طبعا ما عنديش ردود في الالم ده طبعا والتجربه، لانه ربنا عنده طرق مختلفه. بس واحده من الطرق المختلفه اللي حصلت معاك، طبعا انه موت بابا في التوقيت دوت، وقتها ما كنتش فاهم، طبعا لكن انت النهارده مش فاهم وبلوم وموجوع وخايف كل ده. بالظبط. وده اه. حقك يعني. مم. لكن انت النهارده بعد عمر عدى بيك بتقول انه واحده من مكتسبات الحياه ونجاح الحياه طبعا. انه بابا يتوفى في الوقت دوت. واكن الرب قصد بيه خير، يعني مهم. قصد بيه انه يثقل شخصيتي ويفرق معايا الوقت ده يعني. عندك مطب تاني صعب؟ كتير اديني كتير. واحد كده من المطبات مم. الصعبة. فقدان ماما طبعا بعد كده. مهم. واضح ان التأثير متفقناش بيبقى على بعديها على طول. لا 2005 2015 مهم. ده فرق معايا جدا طبعا. آه، بعد كده بقى في الشغل طبعا في حاجات كتيرة. الدولار ثواني، طبعا. ليه فرق معاك موت مامتك رغم انه يعني انا ما حسيتش ان انت متأثر شوية بموت باباك؟ هل فرق السن انك كنت صغير؟ بابا اتوفى 89 سنة مهم. 89. مهم. فاحنا بنحكي على حاجة النهاردة بقى لها سنين طويلة، فأكيد التأثير مش زي ماما طبعا. مهم. أكيد، وأنا بحكي دلوقتي يعني. ف عايز اقول حاجة، وانا بحب دايما كأني شاب عنده 20 سنة، انه ان انا ابكي علشان امي ماتت دي مش عيل يعني. لا طبعا. انت راجل وسيد رجاله. لكن المشاعر دي مشاعر طبيعيه مليانه امتنان. يعني انت طبعا ممتن جدا لمامتك اللي اثقلت شخصيتك، واللي كان ليها دور الاب والام في نفس الوقت. انا وكان كل احترام لكل واحد بيفتكر مامته بالدموع وبالخير وبالتاثير، وشايل مامته فوق دماغه حتى في عدم وجودها في الحياه. بتقول بعد كده ايه مطب الشغل؟ بعد كده طبعا احنا في الشغل بنشتري البضاعة بما يوازي الدولار، فاحنا طول الوقت في الريسك بتاع الدولار. مهم. فاحنا انا فتحت في القاهرة سنة 22 شهر اخر اتنين، كان الافتتاح يوم 28 2 مهم. 22. يوم اظن 5/3 او 6/3 حصل تعويم اه، للدولار. ده مطب ما يتعداش ده. مطب رهيب. فانت حصل خسائر، بتتكلم في خسائر برقم محترم جدا مم. بسبب التعويم. ليه؟ ليه برضو عشان يبقى مفهوم انه انا بشتري مثلا القطعة دي مثلا ب$10، فال$10 في التوقيت ده كانت مثلا ب300 جنيه. مهم. كويس. مع التعويم ده القطعة دي بقت ب500 جنيه. القطعة دي انا ممكن اكون اصلا اشتريتها من التوكيل وبعتها، فطبعا بعتها على اساس انها كانت ب30 جنيه، اوكي. بس لما اجي اسد فلوسها هسدها ان هي ب50 مش ب30. أوه. أوه. فطبعا حصل دروب رهيب جدا، ودي كانت مطب رهيب جدا بالنسبه لي. واكن يعني لا، انت الخطوه اللي خدتها دي اكيد غلط. يعني الخطوه بتاعت ان انت نقلت من فيوم للقاهره دي اكيد غلط. انت يا دوب لسه فاتح اهو. طبعا اصوات كتيره طبعا بتراودك يعني. طبعا طبعا. ما كانش عندي لسه ستاف، كان يا دوب عندي حد واحد تمام. كنت بقعد طول اليوم في المكان. دخلنا حتى في شهر رمضان. شهر رمضان معروف انه شهر فيما يخص الشغل ضعيف، فيما يخص مجالنا احنا مهم. ضعيف. يعني مفيش حركة. كنت اه. بقعد طول اليوم في الشركة، مفيش حد بيجي، يعني مفيش حركة بتحصل. كان دروب رهيب. مهم. كنت بقعد افتح انا كمان ما كانش عندي لسه اقامة في جنب المكان. انا كنت ببات في الشركة، ببات في المحل، مهم. ببات فيه. يعني اقفل اروح منزل الباب تمام ونايم داخل نايم جوه مهم. بس. فكنا في مطب رهيب طبعا، ان انت بتحاول تنقذ الموقف. لان انت فجأة بتلاقي مثلا لو انت بتستثمر مثلا ب1,000,000 جنيه، فجأة تحس انه بقى 500 تا- بس. فانت بتحس ان في شقة سنين، مجهود سنين هو راح منك. مهم. فانت بدل ما كان عندك راس مالك 1,000,000 لا بقى 500، لان انت مطلوب تسد ضعف الفلوس اللي كنت شاري بيها ازاي المفروض. اتعاملت مع المطب دوت؟ انا مكانك باخد الخطوه اللي هي الاسهل. خلاص بقى ارضى باللي انا فيه وارجع لنقطه الصفر. ازاي لا طبعا، اولا اول حاجه كانت صدمه طبعا، لان مم. دي كانت اول مره تحصل معايا في البيزنس بالشكل ده.
بس بعد ما فقت من الصدمة ابتديت ان انا اقول لا، طب ما انا خلاص انا ممكن دلوقتي اشتري بضاعة واعوض بضاعة في بضاعة وابتدي احرك الدنيا واقبل خسارة واحاول اقبل خسارة صغيرة تقبل شوية. خسارة. طبعا مهم. طبعا طبعا. مهم. في مجالنا لازم تقبل خسارة، لو ما قبلتش الخسارة هتعطل بالبضاعة، مهم. هتفضل البضاعة عندك مش هتتباع. ليه؟ لأنه خلاص السوق كله حواليك ابتدى راح في الرينج التاني بتاع التسعير، فانت لو تسعيرك اعلى من التسعير الطبيعي مش هتشتغل. ولا سيما انا في مكان كله جملة، فالجنيه في القطعة بيفرق، فعشان كده لازم ابقى حريص جدا في التسعير انه يبقى within الرينج اللي موجود عشان اعرف اشتغل. طب دلوقتي انا هبيع بخسارة، لازم ابيع بخسارة، ملاش حل، لان انا ما بعتش بخسارة ورفضت الخسارة دلوقتي. صعب ان انت تبقى عارف الحاجة اللي قدامك هتبيعها بخسارة، طبعا لكن عشان تكمل. انا كتير بقول للسيلز، بقول لهم هي دي سعرها كذا هتبيعوها بكذا، ومحدش يرجع لي تاني بقى في الموضوع ده، لانه انت متخيل كل حاجه بتبيعها بتخسر فيها، فانت بتشوفها وانت بتخسر بتضايقك وبتحز فيك، لكن خلاص بقوها يا جماعه بعد عني، يعني عمر ما تفكرونيش بيها تاني. مهم. بس فبتحاول تعمل ايه؟ بتعمل التعويض ده بقى. حصل التعويض ده اكتر من مره. اول مره كنت مشدود جدا وكنت متضايق حسيت انه يعني في تدمير، يعني انت متخيل نص مجهودك ونص شقاك راح، مهم. فالموضوع مش سهل يعني. لكن حصل تعويم بعد كده. مع الوقت حسيت انه لا، انا ربنا وقف معايا المره اللي فاتت وطلعت منه انجح. ليه؟ لانه لما اشتغلت جريت اكتر، يعني لما كان عندي عايز ازود الريتم عشان الحق ادخل بضاعه بسرعه وانطر البضاعه دي وابيع وهكذا وهكذا، انا كبرت مع التوكيل وخدت رينج اكبر، فكانت في الاخر للخير، بس بعد مجهود وبعد معافره وقت مهم. طويل. مهم. لما حصل تعويم تاني بعده، انا كنت بقول اكيد اكيد ربنا يقف معايا زي ما وقف معايا قبل كده، كان عندي ثقة كبيرة ان ربنا، وده اللي حصل. وحصل تعويم تاني بعده، واحنا طول اليوم في الريسك بتاع الدولار ده، بيطلع بينزل بيطلع بينزل. اللي وقف معاك قبل كده مش هيسيبك طبعا في الفترة طبعا ديت يعني. طبعا. فدي مطبات كتيرة. بس انا شايف انه رتم المطب عندك انت بقيت مقبل على المطب وانت مستعد يعني. يعني ما بقيتش عندك التنشن بتاع اول مرة او تاني مرة، لان انت بتعرف ان اي مطب هتعدي فيه ربنا ماسك ايدك يعني، قادر يعبر بيك. صح. برضو ارجع للحاجة اللي بالنسبة لي عن استفهام، انتوا حياتكم هادية، فيهاش ازعاج، فيهاش توتر، فيهاش تنشن، باين على وشوشكم وباين على اولادكم، باين على حياتكم. في اي مره بنتقابل انتوا هاديين جدا، وكأن الحياه عندكم وردي والدنيا بامبي يعني ازاي بتتعاملوا مع الحياه ديت بصعوبتها؟ السؤال التاني، دور مريان في حياتك مع التنشن دوت، ودور هاني في حياتك مع الظروف الصعبه. يعني اكيد في ظروف صعبه، واكيد الحياه مش ماشيه بوتيره واحده طبعا، واللي جوه البيوت اسرار وحكاوي، لكن ازاي بتتعامل معاها اللي يخليها تفرق مع اللي بيشوفكم بيتعامل معاكم؟ ايه رايك يا مريان؟ يعني ماشيين بمبدأ اتمنى انه يعني الناس سواء شباب صغيرين او متجوزين وعندهم اطفال، عندهم ولاد كبار، يعني في كل المراحل الانسان بيعدي فيها، مهم قوي المبدأ بتاع الرصيد. والحقيقة أنا رصيدي مليان من هاني بحاجات. يعني ايه الرصيد؟ يعني عندي رصيد محوشاله تحويشة كده من المواقف اللطيفة والحنية والطبطبة والمواجدة والاستماع والسندة. الرصيد ده كل ما كان كبير كل ما كان إنجاز التعبير، لو هو هيبقى حيطة كده، هيبقى حيطة سد لأي مشكلة. يعني هل احنا مثلا احنا بنحب بعض من زمان، فهل احنا مش بنختلف، مش بنتخانق يعني؟ بترجع للرصيد. برجع للرصيد، الرصيد موجود. حتى لو انا الموقف وحش قوي، عدينا بليالي كتيرة جدا، يعني طبعا هو عارف تفاصيل كتيرة، دموعي على خدي، يعني نايمة دموعي على المخدة، متضايقين، لكن بنحرص دايما انه ما تغربش الشمس على غزنا، يعني نتصالح او يعني ننام كويسين دلوقتي، وبعد كده الصبح نكون بنشوف. وبرضه في اوقات كتير الموضوع بيفلت مننا خالص، ما بنعرفش نعمل كده طبعا طبعا، وبنبقى نايمين لا فعلا متضايقين او زعلانين. لكن ايا كانت الافكار السوداء اللي بتجيلي ساعتها،
كست مثلا متضايقه من حاجه او حصل حاجه، ازاي يعمل كده، او ازاي يكلمني مثلا بالطريقه دي، او ايه ده الموقف ده انا فهمته كده يعني بشكل تاني خالص. في رصيد لهاني جوايا من الحب والتضحيه اللي عملها علشاني قبل حتى ما تبقى دبلته في ايدي. يا سلام. فازاي انسى كل ده؟ رصيده مكفي اي موقف. مكفي وموفي ومعدي، يخليني افوق لنفسي بسرعه وافكر انه على فكره ده هاني اللي انت حبيتيه من وانت في عمر الشباب، وعمل عشانك كذا وكذا وكذا والكذا وكذا وكذا، دول قيمين قوي. يعني هي مش حاجات اللي هو ايه اللي هي اللفلفه الفظيعه دي والهدايا اللي مش عارفه مالها. طبعا كان بيعمل كده، وحتى في الجزء المادي هو رصيدي مليان، يعني الخزان مليان حاجات. مش عايز اسمع لطيفة. مش فارق معايا يعني. لا انت عايز تسمع وتسالني بعد الحلقه، انا متاكده. طب انا عايز بس اقول لك على حاجه بجد، اتفضل. يعني انا ده بشوفه قولي لي اذا كان ده حقيقي ولا لا. انا بشوفكم بتنكشوا بعض، تمسكوا دين بعض، مع اني اعتقد انتوا معدين ال10 وال15 سنه في الارتباط او اكتر. هل ده مصطنع عشان الناس تشوف ان انتوا بتحبوا بعض، ولا ده نابع من الرصيد اللي بتتكلمي عنه؟ لا خالص، لا مش يعني فارق معاك تصنع. الناس هتشوفنا ازاي؟ لا مش فارق معايا الناس هتشوفنا ازاي، لكن فارق معايا انه لما الموقف ده يحصل هيتقال ايه. يعني عارف بالظبط. الفرق. بالظبط. يعني لما مثلا الشباب اللي احنا بنخدمهم في نفس الاجتماع يكونوا بيشوفوا انه في ده في 2 متجوزين بقالهم نموذج 16 سنة، وده الحمد لله ده ايه. لا اعتقد في حاجه في ستوب. عايزين انا نعيد سمعتها غلط ما عدتوش ال20. لا هم 16 سنة. فبيفرق معايا انه ده يبقى بيدي مردود لطيف عند الناس، مش بنعمله عشان اللي هو اهو احنا اهو تمام. انتوا عشان الناس تعيش النموذج دوت، لكن مش فارق معاكم علشان الناس تحييكم لا برافو خالص. عليكم. لا ابدا عشان يحسوا انه يعني لا هو في حاجة تنفع تتعمل وتتعاش شيء موجودة. بالظبط. انا عندي الاستعداد وهو كمان عنده الاستعداد انه الحاجة دي تفضل جميلة كده ومكملة، وبندعم بعض. وردة بتحوطوا عليها وبتسقوها عشان تفضل ريحتها حلوة طبعا احنا دايما بنقول لبعض انه علاقتنا من وقت الارتباط هي ابننا البكري، هي الكبيرة، هي البكرية. فاحنا بنشتغل عليها. طبعا في ups and downs كتيرة جدا جدا، يعني وقت كبير انجاز التعبير، او لو الناس هتشوفه من بره ممكن تقول عليه انه ده اهمال. ده اهمال من هاني لمريان، او العكس، ايه ده لا دي هملاه مثلا، يعني ده الناس شايفينه كده من بره، لكن احنا بنترجمه بشكل تاني. اوكي. احنا شايفين انه في رصيد من الاهتمام، وقف جنبي في كذا وكذا وكذا وكذا. مش بس وقف جنبي، هو بيقف قصادي، يعني انا في ظهره بتحامى. خلاص موجود. اي مشكله تقابلني حتى لو حلها ممكن اجيبه، يعني بس هو معايا، يعني هو معايا في ده، انا هساعدك في ده. في اول شغلي خالص كنت قبل بقى فكره شركات الشحن وبنجيب منين وبنودي فين، فكنت بنزل اجيب شغلي بنفسي. كميه دعم مش طبيعيه، مع انه ممكن لو هو از بزنس مان، يعني لو هيحسبها بفكره الورقه والقلم، انه مش محتاجه تشتغل. بالظبط مش محتاجه اشتغل. دي نقطه التانية، هو احنا اللي داخل لنا من الاوردر ده كام؟ عمره ما قال لي الجمله دي. هو عايز يشجع كاريرك بالظبط، هو عايز يشجعني انا، مش انا مبسوطه. يعني مش انا دي حاجه يا سلام. يعني رضياني وابقى كده تمام، انا تمام معاكي، ونروح اماكن ونروح في حتت بعيده ويشيل حاجات كتيره جدا تقيله. قيمه غاليه جدا نجاحك من نجاحه، يعني هو شايف سعادتك في نجاحك، فانا هشجعك على ده. حقيقي. اعتقد دي اجابه شافيه ان الرصيد. انا دايما اقول لاكثر 2 يعني مخطوبين لبعض حوشوا رصيد، لان هو ده اللي باقي وقت الازمه، الرصيد ده يطلع ويكون طبعًا. له اجابه يعني. طبعا. عندك اضافه للفكره عندي اضافه انه زود على الرصيد فكره الهدف. يعني انا لازم ابقى شايف حاجه قدام شويه عن الموقف اللي احنا فيه. ده بيساعد فعلا ان الموقف ينفع يتحل بطريقه ابسط شويه واسهل شويه. زائد تلمس الاعذار. يعني لازم افترض بعض الحاجات، مش لازم السيناريو السيء. يعني مش لازم اقول هي اكيد كانت قصدها كذا،
لا انا لازم احط جنب قصده كذا، وارد ان يبقى كذا، وارد ان يبقى كذا، وارد كانت مضغوطه، يعني وارد انه كان تفترض ولا تفتري. اه يعني ماشي. يعني انت مش عندك حسن نية باللي اه قدامك، اه وده ده بيساعد يعني مهم. الحاجتين دول او الثلاث حاجات، يعني الرصيد والهدف وفكره التلمس الاعذار او ان انا احط افتراضات. وارد انه مضغوطه، وارد انه كانت في مشكله في المذاكره مع باسم او بوسي، وارد ان يبقى كان في مش عارف ايه. كل الحاجات دي يعني بحطها في اعتباري، فدي بتهدي يعني، مهم. بتهدي الموضوع وبتساعد على ان احنا نعرف نحل. انا عايزه ازود كمان حاجه على فكره الهدف دي، انه مفيش يعني موقف اتحطينا فيه بمنتهى الامانه. انا قريت على فكره، انا قلت الاقرار الإقرار. وكان عندي ذره شك قد كده انه هاني الهدف انه يطلع هو الكسبان، مهم. انه يعلي عليا في الموقف ده، مم. انه يعني بلغه مش الشغل فارق كده معاه حط يطلع عليا. صح ولا غلط. مش فارق معاه، ده مش ده الهدف، مهم. يعني مش ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. حتى لو كان هو صح. حتى لو كان هو صح، مهم. ما فيش ابدا فكره انه تقليل من انه مش انا مفيش ست فكرة بقى انا مش قلت لك، وانا انا ست مش قلت بيت بقى لك. وقاعده في البيت وبتاع، ويعني دايره شغلي كده اونلاين والناس بتسلمني وبتاع، وهو بقى المطحون او في الشغل اكتر او في السوق اكتر فبيفهم اكتر. ابدا مهم. ابدا خالص، ولا كان الهدف انه التقليل، انه مثلا لا لا انت مش هتعرفي تعمليها، انا هعرف اعملها. لا مهم. احنا على طول احنا بنعملها سوا فارق يعني. فارق جدا جدا جدا، وده شفته طبعا مش كتير شاف زيي، لكن فارق، وده اللي خلاني انه الحوار يكون بينكم انتوا الاثنين. هناخد بريك نشرب حاجة سخنة لانه اوكي. اللي جاي تقيل، فنكمل بعد البريك. يعني بعد البريك كده والحاجة السخنة، للأمانة الكلام بالنسبة لي مليان قيم، أو خلينا أقول القصة على بعضيها قيمة غالية جدا. إن مش لازم تكون الفلوس هي اللي بتحركنا، مش لازم تكون آرائنا الصحيحة هي اللي بنفرضها على اللي قدامنا. الحياة مليانة خبرات، والحياة مليانة مطبات. الشاطر هو اللي يطلع من المطبات ديت بأقل الخسائر، والأشطر هو اللي يطلع من غير خسائر، والأشطر هو اللي يطلع بمكاسب من المطبات ديت. خليني أسألكم كم سؤال وفكروا فيهم وجاوبوني زي ما انتوا عايزين. ايه اكتر قيمة او اكتر مبدأ انت عايش بيه في حياتك، وشايف ان هو ده ليه نجاح في شغلك وفي بيتك وفي علاقاتك؟ انا عندي مبدأ مهم جدا اتعلمته، وهقول اتعلمته ليه او ازاي، مهم. وهو الحدود. مهم. يعني لازم يبقى في كل حاجة ليها حد. في بداية شغلي وبداية بقى خلاص اتخرجت من الكلية وطالع، أنا كنت شاطر في المزيكا وما زلت الحمد لله يعني. فكنت بدي دروس مزيكا، وكنت بدي دروس ماس رياضيات، أها. وكنت بدي دروس كمبيوتر. فابتديت أتعرف بقى وأتشهر وأتحرك وكده، فكنت بشتغل كل الأيام ما عدا الحد أجازة. تمام، فده خلاص ده أجازة اعتقد ده مستوى راقي انك تدي دروس، يعني من واحد بيصلح كاسيتات ايوه طبعا بيركب طبعا قرايل، ترقى كده. يعني اتخرجت تدي بقى. دروس. ما انا بقول لك طلعت الصفر يعني. وصلت بدأنا بقى من الصفر للصفر. الحمد لله. يلا نبتدي. فكنت ساعتها ابتديت من الصفر بقى. مهم. بس فابتديت ادي دروس، كنت بدي دروس وانا في الجامعه بالمناسبه، يعني انا كنت بدي دروس وانا في الجامعه كمان. بعد ما خلصت الجامعه اتعرفت اكتر وكده، فابتدى في بيت مثلا طلبني يوم الاحد، قال لي انا ده اليوم الوحيد اللي عندي وانا قلت له انا مش بدي دروس يوم الاحد فمعلش ومش عارف ايه. قلت طب خلاص، ما انا ممكن اروح ادي الدرس يعني، مش هتفرق. مهم. تمام. انا كان ساعتها معايا فيسبا، فطلعت ركنت الفيسبا تحت، طلعت فوق خبطت محدش رد اصلا يعني. تمام. فنزلت لقيت في بقعة كده تحت الفيسبا، ما فهمتش ايه، قلت دي مية، ده بنزين بقى، ده ايه بالظبط، ما فهمتش. رحت خدت الفيسبا ومشيت شوية، لقيتها وقفت. كان طلع ان الفيسبا الطبة بتاعت الزيت اتشالت. فاهم؟ فالزيت كله بتاع الفيسبا اللي جوه الموتور نزل. مهم. مهم. فطبعا خلاص الموتور كل في بعضه، والموتور حرق. الموتور اتحرق. فكان حسيت كده ان ربنا اللي بيقول لي لا، حط حدود. طالما انت قلت ان الفترة دي اجازة، ان اليوم ده اجازة، ان اليوم ده للبيت، ان اليوم ده لنفسك، خلاص ده خط احمر. مهم. فتعلمت من اليوم ده ان في خطوط حمراء في حياتي ما ينفعش اتعداها. يا سلام. مهم. فحسيت ان لا، هو في وقت للبيت، في وقت للشغل، في وقت لنفسي، في وقت ربنا، في وقت ان انا اتحرك في اي اتجاه. لكن انا كان ممكن في وقت من الاوقات ان شغلي يبلعني، مهم. ياخدني كلي على بعض. وفعلا في اوقات كتيرة انا بقفل على صباع الشغل زي ما بيقولوا، يعني انا بيبقى الشغل فيه كتير. تمام، وانا لا خلاص انا كده، انا هقفل خلاص، واقفل موبايلي واقفل دنيتي وخلاص. انا خلاص انا دخلت بقى في الحتة التانية
اللي هي مثلا البيت اللي هي ايا كان هو ايه. انت قادر تعمل كده رغم ان انت يعني ده كلام حلو، يعني انت رجل اعمال ومطلوب في مرات في حاجات ارجنت لازم تعملها، لكن انت قادر ان انت تفصل طبعا. انك يعني انا بعرف اطلع مؤتمرات، اعرف اطلع اسافر فتره، تمام، بالرغم انه زي ما بقول لك كده ان انا يعني لو سبت نفسي للشغل بس هملى وقتي كله للشغل، تتبلع يعني. هتبلع في الشغل. لكن اتعلمت درس فعلا بقول لك، وانا كنت لسه متخرج جديد، يعني يا دوب لسه في اوائل شغلي في 2001 اتعلمت لا في خط احمر. لو انت تعديت خط احمر ده انت كده بتخلط الحاجات في بعضها. بس فدي كانت من ضمن المبادئ الاساسيه اللي انا عايش بيها لغايه النهارده، ان في حدود عندي في العلاقات، عندي حدود في المواعيد، عندي حدود في ان كل حاجه تاخد وقتها. فدي كانت بالنسبه لي قيمه بصراحه، مبدأ مهم عايش بيه. اعتقد ده ليه مدلول البيت، يعني مردود طبعا. كبير جدا للبيت يعني. طبعا. انه الفاميلي تايم دوت مقدس، طبعا. جو البيت بالنسبه لك اغلى يعني. طبعا. مريان عندك قيمه معينه او مبدأ معين فارق في حياتك او في حياتكم كبيت؟ انا هعلق بس على الكلام اللي هاني قاله، فكره القيمه والبيت وكده. ده ادى مردود حلو للولاد، ان هم شايفين ان بابا بيحب البيت. يعني بابا بيحبنا وبيحب يقعد معانا. يعني هاني بيقول كده بكلام وبفعل. يعني هو بيقول لهم انا بحب اقعد معاكم، انا بحب الوقت اللي بنقضيه سوا، مش بس كلام. او بعد كده يلاقوه مثلا بيتهرب منهم باي حاجه او باي حاجه، وعنده يعني حاجات كتيره جدا تنفع تكون بتشغله، الشغل والخدمه وكذا حاجه، لكن هم عارفين انه بابا بيحب القعده معانا. البيت بالنسبه لنا لطيف، بالراحه، مطمنين في البيت. يعني كان افتكر مره بوسي قالت لي الكلمه دي، وكانت في يعني هي لسه في سن المراهقه طبعا، في بدايات سن المراهقه، قالت لي انا بحب اروح. يعني انا ببقى عايزه اروح البيت، في حين انه ممكن تكون مثلا في بعض من صديقاتها بيقولوا انه يا هنروح بقى وكده، لكن نشكر رب انه الحته دي غالى عليها بيتها جدا. وباباها ومامتها. مطمنين فرحانين، عندنا يعني فاني تايم كتير على طول يعني. لو ما كانش الناس اللي هاني عارفانا ما تبقاش لو ما كانش حاطط الحدود ديت طبعا البيت ما طبعا كانش طبعا. واقول بالفم المليان ان هو الاساس الحته دي، ان هو قدر يعمل البالانس ده، وانه احنا دايما احنا في باله، احنا عندنا مكانه كده جواه مش بيكون بيتعداها خالص. ده كمان ساعدنا اكتر في فكره النقل. لما شارك بالنقل من الفيوم للقاهره، كنا احنا الاتنين حريصين انه احنا نكون سوا مع بعض كلنا مع بعض. يعني مع كامل الاحترام لأي حد بيضطر انه يكون بيسافر بره او بيكون عايش في مكان غير الولاد ومراته كتضحية من خبرتنا اللي احنا عشناها بالفعل، ومن خبرات ناس تانيين حوالينا. شايفين انه في قيمة. معلش انا اسف، انا هقطع كلامك لان ده فرق معايا جدا جدا، وخصوصا للشباب المقبلين على الارتباط. بالظبط. فكرة ان انا هسافر 2-3 وهرجع علشان نبني بقى البيت او هنتجوز واسافر وهاجي يعني انا بعمل كده عشانكم واعمل كده عشانكم، طبعا محتاجين يعني نعيد حساباتنا. طبعا في ظروف طبعا. مش عايزين نجزم لا خالص، لكن ما تبقاش ديت المبادئ اللي ممكن نتربى عليها. طبعا. انا اسافر واشتغل وهنا ونرجع نكون بيتنا. اعتقد في حاجات بتفقد في النص كتير. بس هي الحياه باكج، ومش بينفع اكسب كل حاجه طول الوقت. قولها تاني كده. الحياه باكج، ومش بينفع اكسب كل حاجه طول الوقت، مش ينفع اخسر حاجه كل الوقت. وانت بتكسب حاجه لازم تكون بتفكر انت بتخسر ايه قصاد عشانها. اوكي. وهل المكسب ده اقيم من الخساره، وعارف ان انا هبالانس ده بعدين ولا لا هتفقد. عينك هي بتحدد الاغلى يعني. طبعا انت لازم تبقى وانت داخل على خطوه حاسبها يمين وشمال، ايه المكاسب اللي منها وايه الخساره، عشان تعرف تاخدها ولا لا. في حاجه بتحصل مكسب، وفي حاجه بتحصل خساره. انا فارق معايا انه انت الحاجات الصغيره دي هي اللي فرقت معاك يعني. طبعا. انه الطبه بتاعت الزيت هي اللي عرفتك يعني حدود. صح. مع طبة زيت وعربية وموتوسيكل ولع والموتوسيكل بالنسبة لك ده راس مالك يعني. لكن ده فارق معاك. كان الدرس ساعتها ب5 جنيه، انا دفعت 500 جنيه ساعتها في عمرة الموتور. يا سلام. كان درس قاسي بالنسبة لي طبعا جدا. ده راس مالك الموتوسيكل ده او الفيسبا دي. فكانت بالنسبة لي درس اللي هو علم معايا لغاية النهارده.
عشان كده الطبة انا هخلينا اخدها بابسط حاجه. الطبة بتاعت زيت هي اللي خلتك، رغم ان انت النهارده رجل اعمال، ربنا يزيدك وعندك اكتر من مكان، شركه وناس كتيره تحت منك، لكن لحد النهارده طبة الزيت هي اللي حاطه لك الحدود صح. في تعاملاتك مع بيتك، وبالنسبه لك بيتك هو المكسب اللي بتضحي عشانه. طبعا. ودي قيمه غاليه جدا. وبقول لك تاني، لو روحت وكان في مشكله في البيت بحس ان اليوم ده ملوش لازمه. ملوش لازمه، والفلوس اللي كسبتها او ايا كان النجاح اللي حصل ملوش قيمه، لانه في الاخر ما ردش للبيت، يعني ما جاش الامباكت بتاعه على البيت. عندنا كلام كتير بيتقال في الموضوع دوت، انه انا بعمل ده عشانكم، انا يجي من البيت مهدود، يجي من الشغل مهدود للبيت نايم عشان يصحى يشتغل، فانا عشان مين؟ ما لو مش كلام كتير. لكن في اطفال يعني بتفقد في النص ما بيننا لو فقدنا القيمه الغاليه دي، لانه احنا وانس ان احنا قررنا ان احنا نكون بابا وماما، المسؤوليه كبيره علينا احنا الاثنين، مش عليا انا لوحدي وعلى هاني لوحده، لا بالعكس، احنا يعني عارفين طبعا بطبيعه الحال انه انا اللي موجوده اكتر في البيت ده، يعني عشان ما نبقاش يعني اللي هو ايه بنقول حاجات مش حقيقيه، لكن هو معايا وبيشاركني وباخد رايه وبيتدخل في حاجات كتير، وحاجات كتيره جدا برميها عليه، بقول له دي بقى انا مش عايزه تقولي مش عارفه اعملها. انه كارثه لو هاني ما كانش موجود في التفاصيل دي. طبعا هو علشان في الفتره اللي احنا كنا بننقل فيها من الفيوم للقاهره، قال لي جمله انا تنحت، قال لي تخيلي شكل حياتنا اليومي، يعني تخيلي يومك ويومي ويوم العيال، واحنا بالشكل اللي هو انا في القاهره طول الاسبوع وباجيلكم في الويك اند، وانتي شايله الليله كلها موجوده لوحدك في الفيوم، وتخيلي انتوا كمان يعني شكل حياتكم هيبقى ازاي، وانا هيبقى شكل حياتي عامل ازاي. فاحنا حسينا انه ممكن في وقت من الاوقات لو احنا حتى قلنا انه طب خلاص نجرب سنه، طب نجرب 2، يكون الضحيه في الموضوع ده الولاد. نو واي، يعني نو واي، مش هيكون يعني ده ابدا الضريبه او الثمن اللي هم يكونوا بيدفعوه. كلفه غاليه وقيمتها طبعا غاليه. طبعا كان في كلفه غاليه تانية بشكل تاني، لكن احنا بالنسبه لنا احنا الاثنين متفقين على المبدا ده، انه العيال عندنا اولويه كبيره، يعني اهميه كبيره جدا واخدينها في حياتنا. عشان كده هما الاثنين ولادكم، وانا اقول دوت وانا عارف ده كويس، بيحبوكم المحبة الغالية اللي بتحافظ على مكتسبات بيت من 4 أفراد. عندك مبدأ خاص بيكي ينفع شباب تقتدي بيه؟ أقدر أقول إن ممكن في طول الحياة، يعني 41 سنة، أو يعني لما كبرت شوية ما كانش عندي استعداد أكون برضي حد على حساب إنه رضا الله، انه ابقى راضي واتنسم رائحه الرضا. ما عنديش المبدا ده، يعني مش هتنازل عن مبدئي اللي انا حاطاه لنفسي من خلال علاقتي بربنا علشان خاطر حد. يا سلام. عديت في مواقف كتيره دمها تقيل، كان ممكن اللي هو ايه، طب ما خلاص ما احنا بنفنفن بقى وبنهزر وكده مفيش مشاكل. لكن يعني كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، مثلا ان احنا نكون قاعدين انا كنت مغتربه في بيت مغتربات، فكانت سكن بقى بنات وقاعدين مع بعض بقى وطول الليل وبناكل مع بعض ونشرب، يعني الحياه مع بعض كلها. فكان ممكن حاجات في السن بقى اللي هو بتاعنا بتاع الجامعه ده، حاجات مثلا غير لائقه انها تكون بتتقال او بتتناقش بتتحكي، بنهزر، اصل احنا بنهزر، لكن هم كانوا دايما عارفين انه لا، هي خلاص يا جماعه غيروا الموضوع علشان مريان مش بتحب تسمع الكلام ده. وجودك مش برجع ده ليا انا ابدا خالص. انا كان ممكن ابقى عادي شابه في العشرات دي، يعني 17 18 عادي اعمل اي حاجه وانا قاعده لوحدي مغتربه في القاهره، مش معايا بابا وماما، فانا تمام يعني. لكن أنا يعني لما برجع ابص على الموقف ده، هو انا كنت بعمل كده ليه؟ لانه حقيقي كان ربنا قدامي طول الوقت، مش هتنازل عن المبدأ ده علشان اكسب قعدتهم. مفيش مشكله، هم مش عايزين يبطلوا، انا بنسحب.
مفيش مشكله خالص، عن اذنكم يا جماعه كذا. فمع مره فالتانيه فابتدوا يلاحظوا انه في حاجه بتحصل، هي بتمشي ليه يعني في ايه اتقال. عملوا لك اعتبار بسبب ثباتك على المبدأ. ده حقيقي، ده حقيقي يعني حصل. ينفع تاخدي مقولة يوسف كيف أفعل هذا الشر العظيم أيا كان، ايا كان الحاجه اللي يعني بتتعمل انت شايفة إيه؟ ربنا قدامك قبل أي حد. وجربت كتير انه لما بنزل سنتي عن المبدأ ده انا خسرانه، يعني بخسر كتير قوي، بخسر حاجات يعني دمها تقيل ممكن تكون بتعكنن عليا حياتي يعني. فاحط ربنا قدامي طول الوقت لان هو موجود وصالح ومعايا وسامعني وهو في حياتي كده، فليه كل الاحترام والتقدير ينبغي أن يطاع الله أكثر من طبعا الناس. طبعا، لأنه أنا ده الهدف من حياتي، إنه أنا أعيش أمجده على الأرض وأكون معاه في السماء. حلو قوي، يعني قيمة غالية. ومرات بتبقى فيه موائمات، عارفة الموائمات اللي هي إيه، يا عمي يعديها، محدش شايف، محدش واخد باله، لكن وجود الرب دايما في مشهد حياتنا بيخلي لينا حسابات تانية. رسالة سريعة لكل شاب بيمر بمطبات، تقول له ايه؟ ولأول مرة هنخليك تبص للكاميرا تقول له كده رسالة من القلب للقلب زي ما انت أقريت في بداية الحلقة يعني. ممكن اقول لك المطب بيعلم كويس قوي. حاول تدور على درس كويس، يمكن مش تفهمه في الاول، يمكن في البداية هيبقى صعب، يمكن في البداية يبقى بيوجع، يمكن المطب ده يخليك تفشل، يخليك تتضايق، يخليك تحس ان ربنا مش موجود اصلا، يحس انه خلاص دي النهاية وانا محتاجة افكر بطريقة تانية. لكن المطب بيعلم حقيقي وبيساعد بعد كده نبقى فيه باور. الحاجة التانية أنا من رأيي أو يعني بقول وجهة نظري إنه الحدود مهمة جدا. الحدود في كل حاجة، الحدود في الفلوس، لغاية فين دي فلوسي ولغاية فين دي فلوس اللي قدامي، لغاية فين دي حاجتي ولغاية فين دي حاجة اللي قدامي. لأنه ساعات مع الطموح بيبقى فيه طمع، بيبقى فيه إن أنا عايز أخد حاجة مش بتاعتي، إن أنا عايز أضحك على اللي قدامي عشان أخدها. لكن مهم قوي فعلا فكرة إن أنت تحط ليميت، لأ دي مش بتاعتي ودي بتاعته. عايز تنجح في البيزنس لازم تفكر في مبدأ مهم فرق معايا جدا، وين وين سيتويشن. ان انا لازم وانا بعمل شغل لحد وانا بشتغل مع حد لازم اكون انا كسبان واللي قدامي كسبان. لو في مره من المرات حسيت ان انا بس اللي كسبت واللي قدامي خسر يبقى انا ضريته، انا كده عملت له شغل مش مظبوط، انا عملت له كده حاجه مش كويسه، انا كده ضحكت عليه. لكن وين وين سيتويشن انت بتحس انك مبسوط، تحس انك نجحت، مش بصرف النظر اخدت كام فلوس، لكن انت حسيت ان انت الشغل اللي عملته ليه قيمه. دول يعني الحاجات اللي من قلبي اقدر اقولها. غالية جدا، خصوصا المبدأ الأخير ده، يعني النجاح والنجاحي. طبعا بحس ان انا فعلا عملت حاجه، انا فعلا عملت الشغل، انا كده مبسوط. مريان، لو في بنات شابات بيسمعوكي عندهم تحديات، خلينا نقول بعنوان الحلقة مطبات، تحب تقول لهم ايه؟ سواء تقولي لي او تقول للكاميرا زي ما تحب يعني. مفيش حاجة ممكن تكون بتحصل في حياتنا أيا كانت هي صادمة كاسرة موجعة وملهاش مخرج. العلاقة بربنا مش علاقة موقف أو أن محتاجة الدعم دلوقتي فادعمني دلوقتي، عايزة أسمع صوتك دلوقتي. لكن هي حياة معاش، هي علاقة حقيقي رايحة جاية. فهتقدري مع الوقت انك انت ومع العمق في العلاقة دي انك انت تكوني بتعرفي تميزي الصوت، سواء في اختيار شغل، اختيار كلية، اختيار شريك الحياة. عندي حاجة أحب جدا أكون بشارك بيها، إنه زي ما انت بتحطي لنفسك مواصفات قياسية لاختيار شريك الحياة، انت عايزة يكون فيه وفيه وفيه وكذا وكذا وكذا، مهم جدا انك انت تكوني بتشتغلي على نفسك انت كمان، يكون فيك المواصفات اللي هو هينقيها، هو عايزها. يعني يعني ولا هو مش هيختار. احنا كده تمام. نطلع شوية بره فكرة يعني شكلي او جمالي او لبسي او مظهري يعني بشكل عام، وابص على القيمة اللي جوه. اشتغلي على نفسك، اشتغلي يعني، اطلعي اتخرجي واشتغلي، شوفي دوائر تانية، اخدمي، اتعرفي على ناس كتيرة. الارتباط مش تارجت
في حياتنا نكون بنعيش عشان لا ما انا خلاص ما انا عندي كذا سنة فانا لازم اكون بتجوز بقى لا اما القطر هيكون عدى عليا. لا مش ده الهدف خالص في حياتنا. احنا حياتنا ليها يعني هدف اعمق من كده بكتير، ان احنا نمجد ربنا على الارض. ارتبطتي بالانسان اللي هتمجدوا ربنا سوا، هتعيشوا بحق فعلا بيت حقيقي ربنا موجود فيه، امين. ما لقيتيش الشخص ده، ليه الاستعجال؟ يعني ليه نكون بنحط حاجات مش منطقية تكون نرضى بقليله يعني. او نرضى باي حاجة او اي حاجة بس عشان اطلع بس من البيت، او كل الحاجات دي محدش بيدفع حسابها غيرك. الهروب الغير مبرر يعني. زائد انه في بتكوني حاطه مواصفات لشريك حياتك خزعبلية مش موجودة في الوجود. مش 160 جنيه يعني يعني لا لا خلاص بقى. لا الحياة أعمق من كده بكتير. بعد السنة كانت 200 يعني الحياة شفت نشكر ربنا يعني، ده حاجة كبيرة يعني. بركة ونعمة كبيرة عايشين فيها. لكن الحياة تحدياتها بعد كده بعد الجواز أكبر. شوفي الصورة كاملة للموضوع، مش بس يعني مبصيش دلوقتي والمرحلة اللي هي اللي بتبقى الوردية الجميلة اللي جاي وردي وجميل. أنا مش بقول حاجة خالص، لكن شكله بيختلف. فلما شكله بيختلف احنا بنتصدم، اللي هو ايه ده ده ما كنتش ده اللي اتفقنا عليه خالص. فوسعي دايرة تفكيرك كده واشتغلي على نفسك كويس، وخليكي انت كمان يكون فيكي المواصفات الحلوة اللي وقت الارتباط شريك حياتك يلاقيها فيكي. بس دي يعني بصراحة ملخص الكلام قبل ما نلعب لعبة مع بعض سريعة، انه هاني ينفع يقول لمريان ان انت امرأة فاضلة من يجدها يعني. لسه بعت لك الكلام ده من 4 أيام أو 5 أيام. وهنصحح معلومة، انتوا اديلكوا 18 سنة مش 16 سنة بالظبط كده، مش 16. اقرار وصراحة ومن القلب طلعوا 18. فانت تقدر تقول لها كده، او انا يعني استنبطت من الكلام كده كمان مريان تقدر تقول عن هاني انه الرجل الامين كثير البركات جدا، انه هو امين جدا. وانا عارف ان هو كمان يعني خلينا نقولها بلغة العالم خير وبيدي لربنا من وسع، فالرب بيكرمه اكتر وهيكرمه اكتر واكتر، وده احنا لمسينه والدوائر القريبة ليه عارفة دوت. عندنا بقى لعبة فيها احراج هقول لكم دلوقتي. اتفضل. يعني كل واحد يمسك السبورة ديت، اوكي، ويمسك البشاورة ويمسك القلم، لا ماشي. وهسألكم 10 أسئلة بس تتوقف على السرعة. السرعة؟ طب بس يبقى خطنا كويس. مش مشكلة، بس خطوكم يبان في الكاميرا عشان الكاميرا هي اللي هتحط النتيجة بتاعة كل سؤال. تمام، بس يا ريت نكون أمنا زي ما أقرينا إن إحنا هنكون أمنا. تمام، فكل واحد يكتب بخط كبير ويضغط على القلم بخط واضح علشان الإجابة الأسرع والصح هتاخد عليها درجة. اوكي تمام، والتاني هو اللي هيجيب لك الهدية. طب معلش الأسرع، طب ما هو ينفع يكتب أسرع مني؟ لا مش الأصح. طب ماشي هيكتب أسرع لأن وأصح. في إجابات مشتركة يعني لازم انتوا الاثنين تقولوها مع بعض. يعني مثلا السؤال الأولاني بيقول هنجاوب على دول؟ أكتر أكلة بيحبها هاني. رز ملوخية مش عارف معاها رز يعني كل لوحدها. تمام ماشي تمام. امسحوا اديها البشاورة معلش، في واحدة تاني هيت. انا قلت اكتب ملوخية بس دي بقى صعبة شوية بس يعني ممكن تختلفوا فيها. اللون المفضل لمريان. استنى واو 18 يعني 18 ده الجواز مش الحب، بس الحب اكتر من كده. مين السؤال رقم 3 واتمنى كل واحد يبص في ورقته ما يبصش في ورقة التاني. مين الاقرب لهاني، باسم ولا بريتي؟ خط بس مش حلو بس يعني الله الاثنين يعني انا كنت متوقع الاجابه دي. طيب السؤال ده هيطول شويه بس اكتبوه بتمعن لانه مهم ومحرج جدا. هتكتب 5 تواريخ، 4 تواريخ منهم هم اعياد تواريخ الميلاد بتاعتكم انتوا الاربعه، انت ومريان وباسم وبريتي. سهله دي. وتاريخ الجواز 5. ايه ده؟ اوكي طب عايزين ورق نجيب لكم ورق تاني.
خلاص 6 18 7 10 8 26 9 27 8. ايه 10/9 دي؟ ايه ال 10/9 اللي انت كاتبها دي؟ بوسي اطلعي انت يا بوسي دلوقتي. يعني للعلم بوسي ورانا ورا الكاميرات طيب كده يعني خلاص انا نص درجة. لا نص يبقى ثانية واحدة. انا سوري احتاج خلاص يعني كده. انا احتاج، ما انا قلت 16 سنة مش مشكلة. السؤال اللي بعده هاني سمير زملكاوي ولا اهلاوي؟ ايه ملوش في الكوره زملاوي؟ يعني ده اجابه اشكر ربنا مشتركه. اشكر ربنا. ويمكن ده اللي اعطيكوا سلام داخلي ممكن. يعني ممكن لو كان في كورة يبقى في مشاكل. ده سؤال جد شويه. اكتر حاجه بيكرهها هاني، في ايه يعني؟ في من ناحية ايه؟ صفه، موقف، حاجه هو لو حصل قدامه بيكرهها. ايه ده كتب زيي؟ واو، كتب صح؟ زيي بجد؟ انت كتبت؟ اللف والدوران او عدم الوضوح. اوكي. انت بتحب دايما الشخص الستريت. طبعا مهم. ما بحبش حد يلاقيه بيحور عليا، ده حقيقي. بتنشن ده جدا. حقيقي يعني. عشان كده انت واحده من مبادئك الحدود، كل حاجه ليها حد يعني. طيب السؤال ده برضو مهم. مين اكتر واحد دمه خفيف في البيت؟ بين احنا الاربعة يعني؟ احنا الاربعة؟ مين اكتر واحد دمه خفيف؟ الأربعة أكتر واحد. بوسي. يا تخيلي الإجابتين بالنسبة لي صادمين يعني. الأربعة دمهم خفيف. أنا عرفت بره بس الهوا هو انت قلت اكتر بوسي مش باسم. يعني بوسي بعدين باسم على طول. طيب يعني قبل ما نكمل، انتوا قلتوا إنه مرات بتتخانقوا مع بعض والخناقة بتبوظ بسبب إيه؟ القلش. طب يعني تتخانقوا مع بعض بجد. نبقى جد جدا وبعد كده نفتكر اللي هو نفتكر حاجة فهو يقول حاجة تضحك قوي تنسوا الموضوع. خلاص كنا متخانق ليه؟ فكرني كده احنا كنا متخانقين ليه؟ ربنا يكتر من أمثالكم. اتمنى بس الناس ما تاخدش عنا ان احنا بيت يعني كوميدي. السؤال اللي قبل الاخير، مين اكتر حد مشجع للاخر؟ ثواني، مين اكتر حد مدعم للاخر؟ يعني اكتر من التاني. ايه ده السؤال المحرج ده؟ اقول بصراحة يعني انت بتكتب كلام كتير. مريان مدعمة ليا جدا، وهي كتبت انا. دي مش نرجسية، لكن دي فعلا واقعية. انت مشجعة. قلت حلو قوي. لحد دلوقتي ما اختلفتوش غير في التاريخ بتاع بوس. لا دي جت يعني وللامانه حسابك مش هيكون معايا. ايوه مع بوس. انت عارف بوس غالي عليا، فحسابك معاها ومعايا. السؤال ده ركزوا فيه لانه صعب وعايز شويه حسابات. باسم عنده كام سنه وكام شهر وكام يوم؟ صعبة جدا. 13 سنة وشهر و4 أيام. يعني عيد ميلاده كان من 34 النهارده كام؟ 34 يوم. 26/9. هو 18 سنة بس لسه ما كملتش يعني. مش عارف اكمل الباقي. 26/9 كده انت حسابك مع بوسي وباسم. ومع باسم. الحمد لله مفيش حساب مع مريان. خد بقى. طب كده انت 8-10. مريان هي اللي فازت. مطلوب منك بعد البودكاست تجيب لي مريان هدية كبيرة جدا. اوكي. لسببين. كمل اول. طيب اجيب لها هدية مفيش مشاكل. اقول لك ليه تجيب لها هدية. اولا انت قلت ان هي المدعمة الاولى ليك. تاني حاجة طبعا. ان هي مش ناسية التواريخ طبعا، للدرجة انها فاكرة 3 ايام تقعد باسم. طبعا. وانا بحب اهدي النفوس. شكرا. لان انا بحب اهدي النفوس. اسمعوا الفيديو دوت بتمعن. دوس انتوا شغلوه يعني. ايه ده؟ قربي دي بابا وماما هاتوا من ست الكل والبيج باص. طبعا انتوا عارفين ان انا فاشله جدا في موضوع الفيديوهات ده، خصوصا لو اتكلم عليكي. بس حقيقي عايزه اقول لكم شكرا كبيره قوي على كل سنين الحب والتضحيه والامان. شكرا علشان مخلين بيتنا مكان امن ودافي نكون بنجري عليه مش نجري منه. بتعلم منكم في حبكم ليسوع، وبتعلم منكم في حياتكم العمليه وحياتكم الروحيه. حقيقي مبسوطه جدا ان انتوا بتطوروا من نفسكم. بتعلم منكم جدا جدا جدا.
فخورة جدا ان انا عندي بابا وماما زيكم. شكرا على كل المواقف اللي بينا، حقيقي كل كلمة قلتوها اتعفرت في قلبي وعقلي. مبسوطة جدا العلاقة اللي بينا، ومبسوطة جدا ان انتوا فعلا ضهر ودعم وحب وتشجيع كبير قوي ليا. بحبكم قوي قوي قوي، ربنا يخليكم ليا انا وبسومة. بحبكم قلبي ماما اهم اتنين في حياتي اي حاجه، ربنا بجد يخليكم ليا. حبيبي لولاكم ما كنتش هعرف يعني اعمل اي حاجه يا رب. حبيبي ربنا يخليكم ليا بجد وكمان بتساعدوني في اي حاجه في حياتي الروحيه، في حياتي العمليه. شكرا لكم. حبيبي يعني انا عايز اقول اني احلى مفاجأة. لو احنا هنقفل الحلقة نقفلها بأغلى دموع أب وأم بيحبوا ولادهم وولادهم بيحبوهم. وفعلا أنا بصلي لكم يكون نور في بيتكم، والنور اللي بان في بيتكم دوت والحياة الهادية تكون هي نفس الحياة اللي الناس والشباب بيكتسبوها ويعيشوها. الحياة بسيطة جدا، مش محتاجة الكلكعة ديت. الحياة أسهل من إن احنا نكلكعها. مبادئ شوية بسيطة ومطبات بنعديها، هي النور اللي احنا فيه بنمشي الطريق بالكامل. الحياة بتتعاش مرة واحدة وما بينفعش عيدها. قولها كمان مرة. الحياة بتتعاش مرة واحدة وما بينفعش عيدها، ملهاش قعدة. فاللي بيروح مش بيرجع. فلازم ابقى مركز في العمر وفي الوقت. أمين. ايه اللي بعمله، ايه اللي بفقده، ايه اللي محتاج اعمله قبل يعني ما اروح السماء، وهكذا. لازم. امين. عايزه اقول حاجه كمان، انه وجود ربنا في اي علاقه، اي علاقه، صداقه، ام وبنتها، الاب وولاده، طبعا شريك حياتي، وجود شغل. ربنا، الشغل، اي علاقه في الحياه وجود ربنا فيها هو اللي بيديها القيمه والمعنى. لانه لو احنا ما فيش ربنا مش في علاقتنا وفي ارتباطنا من الاول، احنا يعني كان مع ابسط مطب اول حاجه تعرضنا لها، لا انا مش لاعب خلاص. هو ايه يعني بيعقدوها ليه في الجواز؟ يعني يعني ليه معقدين لنا الموضوع قوي كده وشروط وبتاع خلاص. لكن ارتباطنا وبيتنا وعلاقاتنا ربنا موجود فيها. وجود ربنا في الحياة وفي المشهد بيديله معنى تاني خالص. طبعا طبعا. عايز اشكركم شكر خاص جدا. شكرا ليك حلقة شكرا غالية. يا جوزيف. اسعدتني جدا، وكمان خدت خلينا منها نشرف. قيم انبسطنا. لي انا شخصيا. كمان عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا جدا، انه كل ما كان الشخص حقيقي كل ما كان واصل للناس اللي قدامه، كل ما كان نموذج، كل ما كان التأثير بيكون حقيقي. انا بصلي لكم النور اللي في حياتكم يبان في حياة الشباب. امين. تفضلوا كده سبب بركة، والرب أمين. يكرمكم غالية قوي. امين. اكثر واكثر. شكرا لكم. امين. شكرا شكرا يا ليك. جوزيف. ميرسي. شكرا.